اخواتي صباح الخير. قال 1066 حادث سير مروري وهمي سجل لدى شركات التأمين سنة 2025 بزيادة 400% عن سنة 2024 بحسب مين؟ تقارير صحفية، تحقيقات رسمية، حتى تحقيقات خاصة بشركات التأمين. قال لك شوية محتالين محترفين بيجيبوا السيارات مضروبة أصلا أو ماشي كتير بالعدادات تبعيتها، وبطريقة حرفية أكيد وبالتعامل مع الأصدقاء والرفقاء بيقدروا يسجلوا السيارة أنه جديدة وزي الفل، مما يعلي من قيمة السيارة، وبعد هيك بيعرضوها لحادث متعمد يعني مشان يقبضوا التعويضات التأمين تبعها. هيك اكتشفوا كثير من الكاميرات انه حادث مفتعل، اما على الهاي واي 407 اما بطرقات معينة، انه عمل حادث بسبب تجنب سيارة او الشوفير الثاني هرب. الحكايات تبعوا هدول ليلى والذئب. بتقول لك طب هدول بس قصة اني محترف يعني محتالين صغار، قالت لك هيدي عصابة منظمة بيشترك معها حتى جراجات تصليح السيارات عشان يعلوا الفاتورة، حتى شركات نقل السيارات تعطي تقرير انه نقلتها من مكان الحادث، بما فيهم والاهم عيادات طبيه ممكن تعطي تقارير طبيه انه كان في ناس بالسياره تعورت وانه عنده صور اشعه، وهيدا بيعلي من قيمه التامين اللي بتوصل مئات الوف الدولارات. ليه عم اقول لكم هالكلام؟ مشان بس يعني اوصل لكم الفكره، اقول لكم انه هدول عيون كلهم عم يشتركوا مع بعض وانتم بعد هلا ما اشتركتوا بالصفحه. حيصير عندنا 80,000 على فيسبوك. يعني انا ليش؟ اول شيء بفرح فيكم، وثاني شيء بوصلكم الخبر، وثالث شيء اذا عندك توجه انك تنحرف عم جيب لك الاخبار تبعت العصابات مشان مستقبلك. انا